السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل النهارده تشيكن راب، حاجه كده خفيفه. واحنا طبعا خلاص خرجنا بقى من العيد واكل الفسيخ والرنجة، ويلا بينا بقى نعمل الساندوتشات دي ونشوف ايه رأيكم فيها. اول حاجه معانا دلوقتي تقريبا كيلو ونص من الفراخ ومقطعينها شرايح زي الشاورما، ومعانا توم مفروم هننزل بيه في طبق كبير، ومعانا كمان بشر ليمونة، وهنستخدم الليمونة دي برضو معانا في المقادير بتاعتنا. بناخد بس القشر اللي من بره، على فكرة ينفع كمان ليمون اخضر. هنعصرها بقى، ناخد العصير بتاعها. تمام بالشكل ده. وبعدين هنبدأ بقى نجيب زيت زيتون، معانا زيت زيتون، حطي كمية كويسة كده من زيت الزيتون، تقريبا يعني لو ربع كوباية من زيت الزيتون. ومعانا هنا كمون، ومعانا فلفل اسمر، ومعانا بابريكا، وكمان كزبرة ناشفة. كل الحاجات دي حطي شويات كده، طبعا على حسب كمية التشيكن اللي انت مستخدماها. وهنا بصل بودرة وتوم بودرة، ومعانا كمان هيل او حبهان، ومعانا شوية من القرفة، وشوية من الملح على حسب الكمية اللي عندك، وزي معلقة كده كبيرة من الصويا صوص. هنقلب كل الحاجات دي كويس مع بعض، وننزل عليهم كمان بمعلقة من المرقة الفورية. تمام كده. هنقلبهم بقى وننزل عليهم بالفراخ اللي احنا مقطعينها. زي ما قلتلك تقريبا معانا كيلو ونص من الفراخ المتقطعة شرايح زي الشاورما كده. وان شاء الله مرة تانية كمان نعمل مع بعض الشاورما، حاجة وهمية يعني، شاورما الفراخ بتطلع تحفة جدا. ان شاء الله هنعملها مرة مع بعض. هنتبلهم ونغطيهم ببلاستيك راب ونشيلهم على جنب لغاية لما نقطع الخضار بتاعنا ونعمل الصوص. اول حاجة تعالوا نبدأ بالصوص اللي هنستخدمه في التشيكن راب. هنعمل معانا هنا، هو معانا تقريبا معلقتين او 3 كبار من المايونيز. وطبعا المايونيز بتستخدميه والكمية على حسب كمية الفراخ اللي انت مستخدماها. تمام، يعني قولي دي تقريبا كده كوباية الا ربع من المايونيز. ومعانا كمان تقريبا زي نص الكمية او ازيد حاجة بسيطة من الكاتشب. وعندنا معلقة من صوص الرانش. وصوص الرانش ده اختياري مش اساسي، ممكن تستغني عنه. وعندنا هنا رشة من البابريكا و... وعندنا كمان رشة من الفلفل الاحمر المجروش. تمام، اللي هو الريد كراش بيبر، ممكن تستغني عنه وممكن تستغني عن الرانش، لكن الاساسي عندنا في الصوص ده هو المايونيز، وعندنا الكاتشب، وعندنا البابريكا، هم دول الاساسي. تمام. هنغطي الصوص ونشيله في التلاجة لغاية لما نقطع الخضار بتاعنا. على فكرة الأكلات دي بتبقى لطيفة وخفيفة جدا لما بتكوني بقى خلاص، يعني مش عايز تعملي حاجة سريعة وحلوة والبيت كله يحبها، هي دي أجمل حاجة. طيب معانا هنا على حسب كمية التشيكن اللي أنا مستخدماها أو الفراخ اللي أنا مستخدماها، معانا تقريبا 3 بصلات كبار. طبعا هتقللي أو تزودي على حسب الفراخ كمية الفراخ اللي انت مستخدماها. معانا هنا كمان تمام بنقطع البصل ده جوليان او بنقطعه جوانح. تمام كده، نقطعه كله. ونقطع الفلفل بنفس الطريقة، احنا مستخدمين ممكن تستخدمي فلفل الوان، انا الحقيقة ما كانش عندي فلفل الوان عشان كده استخدمت فلفل اخضر بس، ويعني بيوفي بالغرض طبعا. لكن لو في مثلا عندك فلفل احمر كمان بيدي شكل جميل جدا وطعم حلو قوي مع الوصفة دي. تمام، يبقى معانا فلفل اخضر ومعانا كمان البصل. طاسة سخنة جدا وننزل فيها بمعلقتين كده من زيت الزيتون، وننزل بشوية من
الفراخ بتاعتنا، ومش هنكتر يعني، يا دوب بس كده عشان ما تنزلش ميه كتير. يعني هتنزل ميه طبعا، هتنزل ميه اكيد، لازم الفراخ هتنزل شويه ميه، بس احنا مش عايزينها تنزل ميه كتير. علشان كده استخدمنا طاسه سخنه جدا، واستخدمنا كميه قليله من الفراخ بتاعتنا. انما لو حطيتي كتير وفوق بعض هتفضل تنزل ميه كتير وتنشف منك. وتقدري على فكره تعملي الوصفه دي ب... بالاوراق بتاعه الفراخ، مش لازم الصدور. تمام. يعني انا هنا مستخدمه، عامله ميكس بين الوراك والصدور. تمام. وبنفضل بقى نقلبها كده لغايه لما تكون ايه، بس لونها يغير كده، تشوفيها بس لونها بدأ انها تدخل في كده في سن التحمير بسيطه قوي. ونبدأ نشيلها، هي طبعا استوت تماما. هنشيلها بس عشان نكمل الباقي، وبعد كده هنشوف الخطوه اللي بعديها. هنا هننزل بقى باخر جزء من الفراخ اللي معانا اهو، وهنقلبها كويس. بس هنحطها في الاول ونسيبها، نفردها ونسيبها كده، نبدأ نقلبها. تمام اهو، لغاية لما تاخد برضو لون خفيف كده، ونبدأ نشيلها. انا بجيب المصفى دي بشيل بيها الفراخ ليه؟ عشان انا عايزة احتفظ بالزيت اللي موجود في الطاسة، مش عاوزة يعني ان هو يخلص، عاوزاه يفضل موجود، عشان ده بعد كده احنا هنستخدمه لسه في الخضار. ولو لقيتي شوية توم تحت لونهم احمر كده ولا حاجة، خديهم لان بيبقى طعمهم حلو قوي. هننزل هنا بقى على الزيت بالبصل اللي احنا مقطعينه، ياخد تشويحة خفيفة خالص كده. عايزة اقولك ريحة الاكلة دي في البيت بتبقى رهيبة جدا جدا. كمان بتنزلي بيها كده، تحطي عليها رشة بقى من الفلفل الاسمر، رشة خفيفة خالص. وهنحط كمان، ننزل بالفلفل اللي معانا، الفلفل البارد. لو عايز تحطي عليها فلفل حامي كمان تقدري تحطي. واخر حاجة خالص بننزل عليها برشة خفيفة خالص من الملح. احنا متبلين طبعا الفراخ، فهننتبه للموضوع ده، ولكن هتبقى رشة خفيفة قوي يعني. اهو بصي، رشة خفيفة قوي ننزل بيها. وبعد كده لما تاخد تشويحة، يلا بينا بقى ننزل بالفراخ، ونقلب بقى كويس تقلبتين بس كده، كل الأطعمة تمتزج ببعض. وبعد كده نبدأ نعمل التشيكن راب بتاعتنا. طبعا التشيكن راب دي ممكن تتعمل كمان بالشاورما، واحنا دلوقتي بنعملها بالفاهيتا. وممكن تتعمل كمان ليها مليون طريقة، ممكن تتعمل كمان بالتشيز، تحطي عليها تشيز وتحطي بدل الصوص ده، في حاجات كتيرة قوي. طيب هنا بقى هنلفها، بنحط التشيكن، ومش بنحط اي حاجة خالص في ده عيش تروتيه او عيش مثلا خبز الصاج ينفع. ولو العيش الشامي، اللي طبعا احنا المصريين هم عارفين يعني ايه العيش الشامي، ما كانش فيه الاول حاجة اسمها العيش السوري، كان من صغرنا فيه العيش الشامي، وله افران مخصوصة كده عندنا في مصر، اللي هو العيش الابيض. فممكن تستخدمي ده، ممكن تستخدمي العيش التورتيه، وممكن تستخدمي كمان عيش اللي هو خبز الصاج. اي واحد فيهم ممكن تقدري تستخدميه، او زي ما بيقولوا دلوقتي العيش السوري برضو، اي واحد فيهم. تمام. هنحط كده كمية كويسة من التشيكن على حسب ما انتي عاوزة، وتحطي فوقيهم الصوص ده على فكرة بيدي طعم روعة جدا جدا مع الفراخ، هتعجبك قوي. وكل اللي هياكله على فكرة هيحبه جدا. تمام. وتقدري تتحكمي فيه بقى لو انت عاوزاه مثلا سبايسي ولا لا. تمام. وهنا بقى عندنا الجريل على النار، وهنبدأ نسخنه وننزل فيه بقى بالتشيكن راب بتوعنا. تمام. وانا عندي هنا العيش كبير شوية، عشان كده ما عملتش جنبه ولا مثلا بطاطس محمرة ولا حاجة، هو كان كفاية جدا كده، كان بصراحة حلو ويشبع جدا. تمام بالشكل ده. هنحمرهم كلهم. على فكرة بعز قوي الاكلات الخفيفة دي، وهنعمل اكلات كتيرة خفيفة قوي بقى الفترة اللي جاية دي، يعني بعد رمضان كده. نسأل الله يعني ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ان شاء الله نبدأ بقى نعمل حاجات خفيفة كده. وانا طبعا بدأت القناة بتاعتي دي في بداية اول اسبوع كده في رمضان. و... وان شاء الله ان شاء الله كده ايه، يا رب تكون يعني نالت اعجابكم.
واقدر اقدم لكم حاجة تفيدكم وتفيد كمان اولادنا برضو في الغربة، لان بيبقى معانا اولاد شباب في الجامعة بيبقوا محتاجين يتعلموا حاجات خفيفة كده علشان يعملوها. فان شاء الله اقدر يا رب افيدكم. تمام. بتقلبيه، وانا عندي هنا ورق فويل متقطع جاهز، ممكن تلفيها في ورق زبدة، ممكن ما تلفيهاش في حاجة خالص، بس انا بحب بصراحة اعمل الحركة دي، وخصوصا لما بتكون يعني ايه يعني هتقعد عندك التشيكن راب دي ولا حاجة، احيانا بلف الناحية التانية كمان واشيله في الفريزر، لو اكلنا وفضل مثلا جزء كده منهم فاضل ولا حاجة، فبلف الناحية التانية واشيلها. تمام. ايه رأيك؟ اهو نعملها بالشكل ده. شوفي بقى المنظر وجماله، ايه رأيك في الجمال ده؟ لو عجبتك الوصفة ما تنسينيش من فضلك بلايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.